سلام البنات، مرحبا بكم في القناه شهوات الحاجه رشيده. اليوم غنشارك معكم واحد التحليه بارده مقبله او ديسير تنديروه في الضياف ديالنا. غنشارك معكم كيفاش زينته، وغنشارك معكم الصراحه رائع تيجي. ولا بغيتو ديروه فردي كيفاش غنقدموه وبطريقه بسيطه. المهم عندنا هاد الفلون هو فلون كوادا. عندنا هنايا جوج شاصيات ديال الفلون اللي غنحتاجو في لتر حليب ولتر ديال الكريمه ديال الحلوى، كريمه حلوه كيف تتشوفوا. وعندي جوج شاصيات ديال الفلون فاني، يعني هذا النوع اللي عادي، يعني هذا فاني. جوج شاصيات. هنا لتر ديال الكريمه انا تنستعمل هولالا اكثريه، تتعجبني في الخدمه ديالها تنستعملها. وهنايا عندي لتر ديال الحليب عادي، والسكر على حسب الحلاوه، لان هولالا تتكون حلوه. يعني غنزيدو غير 4 المعالق ديال السنيده كل نص لتر فيه 2 معالق. وبالنسبه للناس اللي مبغاوش يديروا الكميه هكايا كيف لتر وغيديروا المول كبير، يديروا نص لتر حليب ونص لتر ديال الكريمه وشاسي وحده ديال الكخواده وشاسي ديال الفاني و2 معالق ديال السكر. انايا هنا درت الكميه مدوبله. هنايا غنديروا في واحد الكاميله او كاسرول اللي غتهز لينا الخليط ديالنا كله. غندير لتر ديال الحليب، غنزيد عليه الكريمه كيف شفتوها لتر حتى هي كامله مفرغه. الصراحه تجي هاد الفلون تيجي رائع ومميز. بالنسبه كيف شفتوا تزين، انا زينته بالكريمه ديال فونبواز. تقدروا تزينوه بالكريمه الكراميل، غير الطريقه اللي زينت بها يعني جات زوينه وعجبتني وقلت نشاركها معكم. هنا فرغت جوج شاصيات ديال الكخواده، وباش تجينا متماسكه زدت جوج شاصيات ديال فلو هاد العادي. هذا راه تيكون بدون سكر، ومع الحليب على زدنا السكر. صافي تنفرغهم كاملين حتى تنخلطوا هاد الشيء كامل، هاد الغبره او السكر كلشي تنخلطوا في الحليب بارد والكريمه بارده. وعاد باش نديروا على العافيه تنخليوه يطيب. انا درت 4 المعالق. كل الناس اللي هذا راه جا حلو. بالنسبه للناس اللي تيبغيو من الحلاوه ما يبغوهاش يقدروا يديروا السكر. الحلاوه ديال صافي تنخلط هذا الحليب مزيان وتنشعلوا عليه البوطه. مع دابا البنات ضروري تبقاو تحركوا في الحليب بحال هكايا. الكريمه ديالكم تتحركوا فيها، ما تنوقفوش بالتحريك حتى تولي دايره لينا فقاعات على عافيه متوسطه. يعني تيولي الحليب تيدير فقاعات، عاد باش نعرفوا بان راه غيصلح. بالنسبه لهاد الوصفه الا بغيتو تقدموها للغداء من الاحسن تصايبوها في الليل باش يتماسك لينا مزيان. كنتو غتقدموها في العشاء، يعني كالعراضه ديالكم او الضياف ديالكم تديروها في الصباح. يعني تتبغيو واحد 6 سوايع حتى 8 سوايع في الثلاجه، يعني وما تندخلوها للثلاجه تيبرد. بالنسبه انا استعملت هذا المول ديال الكرانيط، هاد الزواقه. تقدروا نتوما تستعملوا اي مول اللي يعجبكم او اي مول عندكم. انا درت هذا النوع. فرغت الخليط ديالي كيف شفتوا مع لتر ديال، ولا عندنا 2 لتر ديال السائل. يعني جاتني هذا المول مخير، يعني قد الحز ديالو. وخويت هنايا في هاد الزليفات. بالنسبه لهاد الزليفات فرديين، علاش شاركتهم معكم غير باش تشوفوهم. لا بغيتو تقدموهم لوليداتكم او الضياف ديالكم فرديين مقلوبين في الطبيصلات او بعادين في الطبله، تقدروا تقدموهم. لا بغيتوش تقدموهم بهذيك الطريقه، وتقدروا تستفوهم حتى في الطبيصلات وديروا الفواكه مقطعين معهم اي نوع ديال الفواكه وتقدموهم بالطريقه اللي بغيتو نتوما. تيبقى الاذواق كل وحده والذوق ديالها وكيفاش كل وحده تتقدم الطبله ديالها تتميزها. هنا غنخليه شويه تيبرد، ما نديروش دابا سخون ونديرو في الثلاجه. من بعد اللي غنقدمو تنقرب نقدم، يعني وجدت صافي هذا الفلون ديالي براد بدنا غنقدمو للضياف ديالي. تنجي نشد نص كاس تاع السنيده ونص كاس تاع الماء، معلقه كبيره ديال النشا مايزينا، وغندير نكهه ديال بخومبواز. غندير النكهه غندير واحد 2 معلقات صغار او 2 معلقات ونص، يعني على حساب تنتحكموا حنا في اللون. تنديروهم تيجي المذاق صراحه رائع واللون تيجي رائع. صافي تنخلطوا بحال هكا تاني بارد عاد باش نديرو على النار. انا راه يعني تقلتها بزاف، تقدروا تخليوها شويه خفيفه. غير هي الا خليتوها خفيفه اللي تنبداو نفرغوا نزينوا بها غتشوفوا في الفيديو تتبدا تهبط لينا. يعني علاش تقلتها؟
غتشوفوا علاش داويه تفهمون علاش داويه. المهم ما تقلوهاش بزاف، اللي تتبداو تحركوا فيها هكايا غير تتبدا تقال لينا شي شويه صافي تنطفيو عليها. هنايا من بعد ما برد عندنا فلون ديالنا ديال الكخواضه كيف شفتوا برد مزيان يعني كامل، ودرتو في الثلاجه ليله كامله لغد هزيتو وعاد بصيبت هذا. هنايا ما تقلوش هذا بزاف يعني تحركوا تيبرد ليكم بزاف، يعني خليوه خفيف. غير هنايا درتو هنايا باش يهبط لي، باش يبقى شاد ليا كيف شفتوا في التصويره في الاول. خاطر درتو خفيف تيبدا يهبط لينا مع هنايا تيكون هذاك الفلو ملمس ديالو تيهبط لينا لاي حاجه خفيفه. هنايا تنديروا هاد الطريقه هي الاولى، تنبداو نجرو في الجوانب وتنوركو بشويه بصبعنا باش ما نهرسوش الديكور ديال الموديل اللي عندنا او الفلون اللي عندنا. عاد باش نفرغوا في الطبسيل ضروري تنديروا هاد العمليه لا في الفلون في السليف صغار او في الكبار. خاصها تنجيب الطبسيل اللي غنقدم فيه يعني وتنفرغوا فيه الفلون ديالنا، تنخبطوا واحد شويه مره صافي هو هبط لينا كيف شفتوا. الصراحه تيجي رائع وتيجي بنين، جربوه. ودائما اغلبيه تنقدموه بالكراميل، غيرته انا في المذاق جا الصراحه بهاد الكريمه ديال الفرامبواز جات رائعه والمذاق ديالها. انا درت هاد الخطوط رقيقه وعاود زدت خطوط اخرين لان انا من عشاق الفرامبواز بالمذاق ديالو. تقدروا ديروا غير خط بحال هكا كما درتو في الاول، انا دوبلتهم. وبالنسبه ما تخليوش يتقال بزاف باش ما يعذبكمش في التزيين، وفي نفس الوقت غير ما تخليوش خفيف تاني لان تيبدا هابط يعني ما تيبقاش يعطينا داك الزواقه اللون. صافي تنشد الليمون البرتقال زينت بيه. تقدروا تزينوا بكيوي، اي نوع ديال الفواكه اللي عندكم الفريز اللي عجبكم تتزينوا به، تيبقى على حسب الاذواق او الفواكه اللي عندكم في المطبخ. يعني انا زينت بهذا الشيء اللي عندي في المطبخ، وتقدروا تزينوا نتوما باي حاجه بغيتوها او اي حاجه تتعجبكم في التحليه. هنايا كيف شفتوا درت كيوي، درت البرتقال قطعته زينت به، وغنبدا نزين بكيوي. غنزين بالتوت الاسود، تنزين فونبواز عندي يعني تيبقى تزيين اختياري. انا هذا الوسط حتى هو زينته، درت فيه حتى نص برتقالات يعني نص دائره. وهنا درت واحد الوريده ديال كيوي وبديت نزين هنايا بالتوت، تيبقى تزين على حساب اللي بغيتو. هنا درت فونبواز، شاركت معكم تزيين لان الناس تيبغيو اكثريه كيف زينتي. صافي زدت التوت الازرق. فهنايا البنات زينت بحال هكايا. بالنسبه زينت بحبيبات ديال الرمان. الناس اللي تيتسائلوا تيقولوا الرمان ماشي وقته دارته، انا راه هاد الرمان كنت حاله واحد الوحيده وديرها في زلافه في سوبيره بالغلاقه ديالها وديرها في المجمد. صافي وهزيت منها حبيبات وخدمت بهم. خدت ديري في المجمد تيبقى غير هو ما تيبقاش واحد شكله بحال لا حليناها جديده، ولكن انت تخدموا به بحال هكا تزين في الاطباق ديالكم اللي بغيتوه على حسب ضياف او وصفه او لشي حاجه. هنايا غنشارك معكم حتى الصغيوره كيفاش زينتها. صراحه جات رائعه وجات حليوه يعني عطات واحد المنظر اللي زوين حتى هي مقبوله. درت هنا الوسط ديال الكريمه هادي. انا هادو كلاو مولادي قبل ما يجوا الضياف لان الصراحه جاو زوينين. صافي زينت بحالكم، بغيت نكثر لها الزين درت مقدمتهم بهذه الطريقه حطيتهم لوليدي وبغيت نشاركهم معكم. تقدروا ديروهم نتوما في اي طبق او ديروهم طبق عائلي مشروكين وكل واحد يهز ديالو اللي طبق فردي. هذا هو الشكل ديال الكخواضه ديالنا. الصراحه تجي رائعه وتجي كريمه متماسكه ما تخسرش ليكم وتجي الصراحه رائعه في المذاق. نتمنى تعجبكم. شاركت معكم فلو صراحه هو رائع بدون فرن. كنت شاركته مع الفواكه وكمزيين. غنخلي لكم في صندوق الوصف. حتى هو رائع الصراحه، جربوه البنات تيجي لذيذ. الناس اللي ما تيبغوش ما تحصلوش على الكخواضه وتيبغوا طريقه اخرى ديال الفلو غنشاركوا معكم نحطوا لكم. صاو زينت هنا بالفواكه اللي عندك قلت لكم في الدار تديروا. ونتمنى يعجبكم الطبق وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم. ما تبخلوش علينا البنات بلايك وبابوني. الناس اللي شافت القناه ديالي اول مره ما تبخلوش بابوني. تنشكر كاع الناس اللي تنضموا للقناه ديالي قدام وجداد، وتنشكر كاع الناس اللي تيديروا لي لايك. ما تكملوا الفيديو حتى الاخير، بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم. وتنشكر كاع الناس اللي انضموا للقناه وبسلامه عليكم. وتنشكر كاملين اللي تيتفرجوا في الفيديو ديالي. باي باي.